في يوم هادي جدا سنة 1892 في مدينة فال ريفر الأمريكية، جريمة هزت المجتمع كله ولسه لحد النهارده محدش عارف الحقيقة. أندرو بوردن راجل أعمال غني وزوجته أبي اتقتلوا جوه بيتهم بطريقة بشعة جدا، بفاس ضربة ورا التانية، دم في كل مكان. والمفاجأة المشتبه الأول كانت بنتهم ليزي بوردن. ليزي كانت موجودة جوه البيت وقت الجريمة وتصرفاتها كلها كانت غريبة، باردة وساكتة وكأن مفيش حاجة حصلت. التحقيق بدأ والكل شاور عليها، خلافات على الميراث، كره بينها وبين زوجة أبوها، دوافع كتير وكل الأدلة بتقول إنها القتلة. لكن المحكمة فجأة بتعلن براءتها، مفيش أدلة كفاية، لا آثار دم ولا شهود عيان. الفاس اتوجد لكن مفيش دليل مباشر يربطها بالجريمة. ليزي خرجت حرة، لكن من يومها بقت منبوذة في المدينة والناس كلها متأكدة إنها اللي قتلته. لحد النهاردة محدش عارف مين اللي عملها، هل ليزي فعلا ارتكبت الجريمة ولا في سر أكبر محدش اكتشفه؟ جريمة بوردن هتفضل واحدة من أكتر القضايا الغامضة في التاريخ. أنا فارس سيد وعملت الحلقة دي ذكاء اصطناعي عشان مكسل أسكت.